بتحب انت الحاجات دي. اكتبي لي الاسم اللي هتختاريه في كومنت، وخلال 24 ساعة هختار 4 عشوائي من اللي كتبوا، كل واحدة منهم هتكسب قطعة فري، واللي هتكتب اسم الشركة هتاخد قطعتين فري. طبعا احنا النهاردة مجهزين طبق، مجهزين ازازة مية، وكل اللي بتفكر وبتهتم وبتيجي ليلي سنتر عشان تطلب كريم تفتيح بتركز على انه الكريم التفتيح يبقى ثباته قوي، يبقى نتيجته عالية، ما يضرش البشره. طبعا احنا هنا في ليلي سنتر ما ينفعش ارشح لك كريم تحطيه على بشرتك الا لما ابقى واثق منه 100%. بصراحه انا شركه انا بحبها، من الشركات اللي بتطلع منتجات وخصوصا في تفتيح البشره احنا بنثق فيها جدا. النهارده موفر لك كريم تفتيح البشره بجوز الهند، النعناع، البقدونس، التفاح، وكمان التوت البري. اكتبي لي الاسم اللي هتختاريه في كومنت، وخلال 24 ساعة هختار 4 عشوائي من اللي كتبوا، كل واحدة منهم هتكسب قطعة فري، واللي هتكتب اسم الشركة هتاخد قطعتين فري. جوز هند، نعناع، بقدونس، تفاح، توت بري. حتة صغيرة من الكريم ده على بشرتك وهتنور الدنيا. تعالوا نشوف مع بعض. بسرعة هنفتح مع بعض النهاردة واحدة هنجربها. طبعا احنا هناخد حتة صغنونة من الكريم اللي هو أصلا ينفع، ودايما اللي بيهتم بكريم التفتيح بيقول اللي عايز كريم يومي للخروج، يعني يستخدم الكريم ده ويخرج بيه. ما تنسيش طبعا تكتبي انت هتختاري انهي نوع منهم، وهنختار 4 عشوائي من التعليقات علشان كل واحدة تكسب قطعة فري، وكمان اللي هتكتب اسم الشركة هتاخد قطعتين فري مش قطعة واحدة. طبعا خديها قاعدة، يعني في أي كريم هتستخدميه لإيدك لبشرتك لجسمك لازم نظافة كويس الأول، وبعد كده ترطيب، وبعد كده فرد كريم التفتيح. طيب انت مثلا لو فردتيه في مكان زي كده وجيت حطيتي ايدك الاتنين جنب بعض اظن التفتيح هيبقى واضح. بسرعة بقى هنجرب ثبات الكريم ده وهنشوف مع بعض هو هيكون عامل ازاي لما نيجي مثلا استخدمنا الكريم ده على جسمنا وناخد شاور مثلا. هنشوف نتيجة الكريم او هنشوف ايه اللي هيحصل في الكريم. طبعا انت هتغسلي ايدك بمية كده عادي خالص. الكريم نفسه والتفتيح لا هيبقى مجير ولا هيبقى مثلا شكله مش لطيف، بالعكس هتبقى ايدك منورة والمية مش هتأثر عليه اهو كأنك غسلت بيه ايدك. هنشف ايدي بمنديل وهوريك الاثنين هيبقوا عاملين ازاي. فرق بين الايد دي والايد دي كمان هتحسي في الايد اللي استخدمتي عليها كريم التفتيح ان هي كمان ناعمة وطرية، وكمان التفتيح بتاعها بقى رهيب. يعني بص اصلا الفرق عامل ازاي. الكريم ده سعره خطير، نتيجته خطيرة، آمن جدا، تستخدميه على وشك، خروج يومي رهيب.